بمناسبه الموضوعات هرجع تاني لمصطفى. بتركز مثلا غير الحاجات اللي بتشوفها قدامك زي ما قلنا في المجتمع والواقع، وده ده لوحده مخزون حلو قوي لاي كاتب قصه او شعر او كده، لكن انت احساسك دايما بيروح يعني لاني مضمون اكتر او موضوع اكتر تحب تركز عليه بصور شعريه خفيفه؟ هو حاجة معينة يعني اه. اتجاهي مثلا ليها اه. الاجتماعيات. انا امم. شعري معروف كده، مثلا في اصحابي يسموني شاعر الناس. امم. دايما قصة كده، مثلا قلت لي مراكبي وحدوتة اكني اه. بحكي قصة. معظم شعري كده اكنك بتسمعي حدوتة، دايما احكي مثلا مشكلة معينة بناقشها بقصة. مثلا جاي لي فرحان وقال لي ضحكت لي، دي ضحكت عليك وضحكت على غيرك كده مثلا. آه عم سعيد جاي تحكي لي قصة حب اديلها سنين جاي تعيد. آه فهي مثلا زي ما قلت لك، هي الشعر بيطلع من الناس، لكن انا بحب اتكلم عن الناس. يعني هي مثلا الناس محتاجه الناس اللي تتكلم عنها، يعني طبعا محتاجه يعبر عنها، الفنان اللي يتكلم يعبر عنها. عنها. هو الحالات يعتبر الشعر الشخصي، امم. هو يعتبر الرومانسي. امم. يعني لما مثلا قصيدة رومانسية مثلا، الا مثلا بقى واحد بيمارس كتابة الغنى وكده فده شغله. امم. لكن كشاعر مثلا دايما بتبقى القصيدة صادقة، ان الشعر ده احساس لانها لازم. منك من قلبك. ايوه، اه. فهو يعتبر الشعر يعني من اكثر الشعر، انواع الشعر خصوصية للشعر بيبقى الشعر الرومانسي. طب ما حته رومانسيه كده، ايه رايك؟ بس كده احنا يعني. في زمن محتاجين في هذا هذه الاحداث وخضم الاحداث شيء من الرومانسيه. هي قصيدة اسمها انا عارفك، امم. في ديوان بنت حلال. هو ديوان بنت حلال كله بنت حلال. اكيد. اه انت طب لقيت بنت الحلال ولا انا لسه؟ لسه بدور.